ايش في شو القصة؟ القصة يا صديقي إنه في عام 1977 وتحديدا في نيوزيلندا حصل حريق ضخم جدا في أحد المصانع القريبة من المدينة، ولما سارعوا العمال ليطفوا الحريق كانت الصدمة كل مطافي الحريق معطلة. المدير استغرب كتير، ولو كان عنده وقت زيادة كان استغرب أكتر، بس لأنه ما في وقت ركض المدير نحو الهاتف فورا ليتصل بالإطفاء ويطلب النجدة. فجأة ابتقع أحد طفايات الحريق على الهاتف وبتدمره بالكامل، ولحتى قدر أحد العمال يتصل بالإطفاء من أقرب هاتف موجود خارج المصنع كانت النار حرفيا قد أكلت كل شيء. وليومنا هذا ما حدا بيعرف ليش مطافي الحريق عملت هالشي، بس في إشاعات بتقول إنه صاحب المصنع كان كل ما يشتري سلاح جديد فورا يروح يجربه على مطافي الحريق التالفة أو الفارغة، وحسب عامل من عمال المصنع هذا هو السبب اللي خلى مطافي الحريق تنتقم من صاحب المصنع. وانت شو رأيك؟